السلام عليكم. تعالوا معانا النهارده هنعمل معاكم فيديو جميل جدا وبسيط وجميل جدا جدا رهيب. انا ما عنديش عيش في البيت، فانا قررت النهارده ان انا اعمل معاكم التوست بطريقه جميله وناجحه، وبسم الله ما شاء الله مختمره ازاي. وزي ما انتم شايفينه شهي وجميل. ويعلي وهحط فيه حاجات تعلي القيمه الغذائيه. تعالوا معانا جوه الفيديو نشوف القيمه، الحاجات اللي احنا ضفناها لتعلية التست وتعلية القيمة الغذائية. لايك وشير للفيديو عشان الفيديو ينتشر وتعمل فايدة للجميع. وكل اللي بنطلبه منكم ان انتوا تجربوا الطرق بتاعتنا، وباذن الله تعجبكم. انا عماله الف لكم الصوره كده عشان تشوفوه قد ايه هو مختمر وبسم الله ما شاء الله ناجح. يلا بينا جوه الفيديو نشوفوا المكونات ونشوف الطريقه. السلام عليكم. النهارده جينا لكم بفيديو جديد، هنعمل معاكم توست، بس هيبقى توست مغذي معمول كده بطريقه جميله وحلوه هتعجبكم باذن الله. عندي هنا 650 جرام دقيق، ماشي، 650 جرام دقيق. مج ونص من المج العادي بتاع الشاي، ده مج شوربه. مج ونص حليب، يعني حوالي 350 حليب، ماشي. عندي بيضه واحده، البيضه حط عليها معلقه خل كبيره. الخل حلو، بيمنع زفاره البيض، وفي نفس الوقت بيساعد العجين والخميره على انها تختمر بسرعه. 4 معالق زبده، دول هسيحهم في الميكروويف شويه. عندي 4 معالق سكر. معلقه ملح كبيره، اي نوع ملح عندك. معلقتين خميره عادي، معلقتين شاي خميره بيره، ماشي. دي المكونات بتاعت التوست عندي. هجيب كده عندي بوله انا غسلاها ومحضراها اهي، هحط فيها الحاجات السايله واقلبها على بعضها. هنبدا كده نوسع. انا مخليه 50 جرام دقيق بره لاني مش عارفه، ممكن الدقيق، انتوا عارفين الدقيق في دقيق يحتاج ودقيق لا. حطينا المج ونص حليب، مج ونص حليب من بتاع الشاي العادي، ماشي. هحط في المج هنا السكر، وبعدين احط الخميره، الاربع معالق. انا مستعمله سكر غامق، سكر بني صحي شويه. احنا بنحاول نخلي، بحط ليه حليب وبحط ليه البيض وبحط ليه زبده على التوست عشان خاطر اخلي الاكل بتاعي صحي لولادي على قد ما اقدر. هدوب السكر كده كويس، ماشي. وهبدا احط معلقتين الخميره، معلقه شاي، هقلبهم كويس جدا مع بعض عشان يتفاعلوا، ولما يتفاعلوا هنرجع يعملوا بابز كده، يعني كور كده، ماشي. هقلبهم ولما يتفاعلوا هرجع لكم. تعالوا بصوا كده معايا، انا كده اهو دوبت الخميره كويس. هبدا بقى احط احط البيض. سيحت عندي الزبده، استبعد كل حاجه كده عشان تبقى الدنيا قدامكم. احط البيضه اقلبها كويس جدا. ما تنسوش البيضه حط عليها معلقتين خل، معلقتين شاي عشان خاطر تساعد ان البيض ما يبقاش فيه زفاره. 2 تساعد العجين على الاختمار. هحط الملح. سيحت عندي الزبده هنا في الميكروويف، هحطها 4 معالق زبده. انا كل حاجه بتخلص بشيلها اهو من قدامكم. هنفضل نقلب في الخليط بتاعنا ده لغايه ما كله يتجانس مع بعضه، وبعد كده هنضيف عليه الدقيق. الطريقه دي بتاعت التوست جميله جدا، بتتعمل في فرنسا، وهي احسن طريقه مغذيه ومفيده وفيها القيمه الغذائيه بتاعتها عاليه جدا. والحاجات اللي انت بتضيفيها الزبده والبيض والحليب وكده، ده بيرفع عندك القيمه الغذائيه لاولادك. بتدخلي فيها كالسيوم وبروتين، ماشي، ودهون. طبعا زبده طبيعيه، فانت بتدخلي فيها دهون طبيعيه، فبترفع القيمه الغذائيه. لازم تفضلي تضربيهم كويس جدا، وبعد ما تضربيهم كويس نبدا نضيف ليهم الدقيق.
هضيف كده الدقيق واحده واحده وهفضل اقلب. ده نص مج، هاخد تاني كده نص مج او مج، ابقى عارفه نص مج اهو كمان، وابدا برضو اقلب. هتن اقلب كويس جدا لغايه ما يتجانس معايا، مش هحط تاني الا لما يتجانس كويس جدا. اهم حاجه ان انت يبقى عندك صبر في عمايل الحاجات المعجنات عشان تديكي نتيجه كويسه. اضيف الدقيق تدريجيا، كل ما يختفي الدقيق عندي اضيف الدقيق اللي بعديه. التجانس بيخلي العجينه بتاعتك تطلع كويسه وناجحه. خلي نقلب كده دلوقتي على جنب عشان خاطر ما داريش عليكم لما اجي احط دقيق. احط بالايد التانية، معلش بقى سامحوني. تعالوا شوفوا معايا كده العجينه اهي لميتها مع بعض، لميتها كويس جدا وعجنتها. على فكره الكميه بتاعتي خدت ال 700 جرام، 50 جرام دي اللي كانوا على جنب خدتهم. هو العجين تبع ما بياخد كميه من السوائل. هنغطيه كويس ونسيبه يختمر عندنا. اهم حاجه ان انت تخمريه كويس، لازم الكميه بتاعتك تتضاعف حتى تعرفي ان هي نجحت. سيبيها براحتها تختمر. سبب نجاح العيش الكرواسون اللي انت بتخمريه على مرتين. دي اول مره هنخمر فيها العجين عشان ينجح ويبقى كويس ويديكي نتيجه كويسه. هغطيه كمان بفوطه واحطه جوه الفرن عشان يخمر معايا بسرعه ويديني نتيجه كويسه. ولما يخلص ان شاء الله هوريكم ازاي هشكله. السلام عليكم، جينا لكم بعد خيامه اختمرت. اول حاجه انا عملتها جبت معلقه زيت وحطيتها اهو في القالب، وجهزت القالب معلقه زبده كده مسيحاها ودهنته كويس. دي اول حاجه. وادي العجينه اهي عندي تضاعفت الكميه بتاعتها. ماشي. اثناء بقى ما كانت العجينه بتختمر، فانا قبل ما تختمر خدت منها جزء وعملت بيه عشان اوريكم العجينه دي بسم الله ما شاء الله ناجحه وجميله. عملت بيها ايه؟ جبنيه خليه، حشيتها جبنه ميكس جبنه. وبصوا بسم الله ما شاء الله جميله ازاي. حبيت بس اوريها لكم، هي لسه في الفرن، فاضل عليها كده ايه 4 دقايق. من نفس العجينه انا كنت مزوده شويه، يعني نفس طريقه العجينه. هاجي بقى اطلع عندي كده العجينه بعد ما اختمرت. بصوا بسم الله ما شاء الله خمرانه وزي الفل. احطها عندي كده قدامي. هبدأ اخد من العجينة دي اقسمها على 3 اجزاء. ادي جزء وادي جزء وادي جزء. مش مهم ان هو ايه يعني يكون في واحد كبير واحد صغير، المهم اللي احنا ايه نبقى عارفين ان احنا قسمناها على 3. هبدأ افرد العجينة كويس كده عندي. ممكن تفرديها عادي بالفرادة وممكن تفرديها كده. طبعا الواحد لما بيكون عنده ثقة في الحاجة عاملها ومجربها كذا مرة بيبقى خلاص عارف ازاي. ماشي. وتعمليها ايه، انا اهو فردتها كده كويس جدا. وتبدأي تاخدي كده العجينة وتلفيها كده رول. معلش الصوت العالي ده صوت الفرن. وتلفيها كده ايه رول اهو زي ما انتوا شايفين كده معاكم. اهم حاجه الرول كده يتكبس. نسيت ادهن شويه زيت بس هي العجينه ماشيه لان فيها زبده. ماشي.
اهي. احنا اهو عملناها كده، اجيبها بقى من الناحيه التانيه، اقفل كل الحاجات دي كده. احنا قلنا تفرديها بفراده، تفرديها بايدك بالطريقه اللي انت عايزاها. نفس الشيء واحطها. وانت بتفردي هنا لازم تكوني كده ايه متاكده، عشان مبقاش فيه فجوات. تضيقي وتشدي، تبرمي وتشدي كده. على فكره ممكن بقى اقسم العجينه كده نصين بعد ما برمتها، وابدا بقى اعمل ايه، اثبت الحرف كويس، اثبت الدنيا كده اهي، احطها كده. يعني اعملي انت بقى ايه الحاجه اللي تريحك كده، احسن حاجه. خلي بالك يبقوا كده جنب بعض. هجيب برضو الجزء ده افصله واعمله زي الجزء التاني عشان تبقى كلها زي بعضها. اهم حاجه تتاكدي ان هي مقفوله من تحت كويس الرول بتاعك اهو، عشان انا عندي القالب كنس، القالب التاني اللي انا عامله فيه كان عريض، ده كنس. انا متاكده كده ان هو قفل كويس. احطهم كده جنب بعض، شايفين؟ انا هحتاج بس نص العجينه دي، هفرده بنفس الطريقه. طبعا هي خلاص متعصص زيت، انا محبتش اعمل لكم على الرخامه. شايفين؟ فردناها كويس مستطيله لغايه ما تحسي كده مع سوري على الصوت انها ايه، هتبداي تبرميها كويس. انت بتبرميها كده تتكي عليها عشان خاطر ما يبقاش فيه جوه مسامات. تبرميها كده كويس وتحطيها كده، هيبقوا كده جنب بعض. هنعمل ايه بقى المرحله دي؟ برضو هنسيبها ان هي تختمر. هما كده حلوين على قد ايه الكميه هنا، على قد ده. هنشيل الحاجات دي كده خالص من قدامنا. تعالوا معايا بقى شوفوا كده الجبنيه بتاعتي بنفس العجينه، عشان تعرفوا العجينه دي ناجحه وجميله جدا. بصوا حته العجينه بقى دي اللي اتبقت من 750 جرام، 700 جرام بتاع التوست. هعمل بيها ايه؟ بيتزا. جبت صينيه حطيت فيها معلقه زيت ودهنتها زي ما انتم شايفين. هحطها هنا اهو عندي في الصينيه كده. هبدا افرد عشان تبقوا شايفين. هبدا افرد العجينه طبعا احنا حاطين في العجينه حاجات كتيره رفع القيمه الغذائيه، فهتخلي العجينه برضو بتاعه طعم الخبزه بتاعه البيتزا هتبقى جميله جدا زي ما انتم شايفين كده. فردتها اول حاجه عبال ما نتكلم مع بعض ونقول هنعملها بايه. اي حاجه موجوده عندك في البيت، اي حاجه موجوده في التلاجة. انا لما بيبقى عندي جبنات اشيل في التلاجة، اللي استعملت مثلا اشيل الباقي في قلب الفريزر. حاجه زو طولت اكتر من 4-5 ايام خلاص تتشال في الفريزر، يتعمل بيها اي حاجه تانية. ماشي، ادي البيتزايه اهي. عندي هنا معلقتين كاتشب، هحط عليهم معلقه ملح عشان الكاتشب فيه حلى، فيه حلو شويه، وهقلبهم. ده اللي هحط الصوص بتاع الصلصه اللي هحطه تحت، عشان خاطر ما تبقاش الكاتشب بيبقى فيه حلى. بدل انا لسه ما هطلع صلصه واسيح، طب ما انا عندي كاتشب، طب ما استعمل الكاتشب
بس ازود عليه زي ما احنا قلنا كده الملح، معلقه ملح عشان خاطر ما يبقاش محلي. هجيب شويه بهارات صغيرين كده، عشان كده ما حطيتهمش قدامكم، نص معلقه صغننه جدا، واحطهم مع الكاتشب واقلبهم لرفع التست والطعم في قلب الايه الصلصه اللي احنا ايه الكاتشب اللي احنا هنستخدموه كصلصه تحت في قلب البيتزا. ماشي. تعالوا شوفوا معانا كده التوست بتاعنا. بصوا بسم الله ما شاء الله اختمر ازاي وتضاعف حجمه. هو كده بقى هيتحط في الفرن. ماشي، يبقى هو خد دورتين تخمير. ده كده 600، القالب ده خد معايا 650 جرام، وال50 جرام عملنا بيهم بيتزا. يعني سبحان الله، مره نوع تاني دقيق خد معايا 700. ماشي، هحطه بقى في الفرن وان شاء الله باذن الله لما يطلع هوريه لكم. يلا تعالوا معانا شوفوا كده الشكل النهائي للتوست بتاعنا. بسم الله ما شاء الله جميل ومختمر. طريقه ناجحه جدا وجميله، اعتمدوها وباذن الله باذن الله هتعجبكم. ماشي، وادي 50 جرام دي اللي احنا زودناهم، اللي كانوا في المج عملنا بيهم ايه بيتزايه. وعملنا برضو جبنيه بسم الله ما شاء الله، العيال من ريحتها الجميله ما شاء الله كلوها، كلوا نصها. دي مكلفه 350 جرام. 350 جرام. يبقى احنا كده التوست عندنا القالب بتاعه خد ايه اللي هو اللي معمول عليه الحلقه، خد ايه؟ خد 650 جرام. دايما خلي 50 جرام عندك زياده، عشان خاطر في نفس الكميه اللي انا قلت عليها، في دقيق ياخد نفس الكميه، وفي دقيق يحتاج زياده.
فانا ادي الكميه اللي انا هقولها لكم والمقادير اللي هتبقى موجوده عندكم هتبقى على 700 جرام، اللي هي رغيف التوست والبيتزايه اللي عندنا. ماشي، كل اللي بنطلبه منكم ان انتوا تجربوا الطريقه بتاعتنا، لايك وشير للفيديو عشان الفيديو ينتشر وتعمل بالفايده للجميع، وجربوها وباذن الله هتعجبكم. حاجه مغذيه ومفيده والقيمه الغذائيه بتاعتها عاليه. باي باي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا معايا النهاردة هنعمل خبز الترمس بطريقة جميلة وسهلة بالمكنة الكهربائية. ان شاء الله عملت كمية حلوة قوي من 100 جرام ترمس، احطها في الفريزر واسحب منها زي ما انا عايزة. بصوا الجمال والحلاوة. تعالوا بينا جوه التفاصيل الفيديو، بس ما تنسوناش باللايك. يلا بينا على التفاصيل. من 100 جرام ترمس نقعتهم وسلقتهم سلقة كويسة قوي، وحضرت الشفشق. هحطهم في الشفشق وهحط عليهم المكونات التالية. معايا تقريبا يعني تلت كده معلقة ملح هيمالايا. الملح ده حسب احتياجك. معلقة كبيرة بيكنج باودر. بس هحط عليهم المية وهضربهم ضرب كويس قوي في الخلاط. لما حسيت ان الكمية كبيرة على الخلاط فصلته شوية علشان يديني يعني طريقة انعم شوية. والمية تقريبا يا جماعة 700 ملي بالظبط اللي على المقدار ده. ضربتهم ضرب كويس قوي في الخلاط، وبعد كده هنشوفه هنضيفه عليه ايه تاني ولا كده خلاص. لا لسه في تاني تفاصيل، بس هنفكركم ما تنسوناش باللايك والشير والدعوة الحلوة. دي بقى الخبازة اللي انا هشتغل فيها النهاردة. بريح شوية واشغل شوية علشان الخلاط لما حسيت ان هو كمية تقيلة عليه عملته على مرتين. وزودت شوية مية اللي انا قلت لكم هياخد بالظبط 700 ملي لان الازازة دي 600 ملي. فرغته بقى في الطبق وتمام كده. دلوقتي بقى لقيته تقيل شوية فضربته على مرتين تاني، ورجعت تاني بقى علشان نضيف المكون الأساسي اللي هيعمل لنا الخبز. حسيته بقى ان هو لسه فيه اهو شوية كده، فقلت لا انا ارجع تاني افرمه زي ما قلت لكم بالظبط، بس الحتة دي انا ما سجلتهاش. يلا بينا بقى نشوفه هنحط عليه ايه تاني. بصوا بقى القوام بتاعه بقى عامل ازاي. دلوقتي بقى هنضيف عليه معلقتين من قشور السيليوم وهنضرب ضرب كويس قوي هيمسكولي الخبز كويس او العجين اللي انا هشتغل فيه. حطيت الفيشه في الكهرباء، جهزت الخبازه. انا شغاله كده وانا قاعده يعني عشان هو بقى بياخد وقت، فبقعد كده في الاوضه على الترابيزه وفي لحظه انسجام، وابدا بقى اقلبه تقليب كويس قوي. وكل شويه اقرب ايديا من الخبازه اعرف ان سخنت هشتغل فيها على طول. الخبازه طبعا بتشتغل شويه وتفصل شويه. دلوقتي كده خلاص التمام بقى المقدار تمام. يلا بينا نكمل. المكنه سخنت، بدأنا نحط معلقتين او معلقتين ونص. اطبطب عليهم كده بظهر المعلقه وهو بيتفرد. بيبدأ بقى بعد كده يطلع فقاقيع كده ويستوى شويه شويه على الهادي. بسيبه لغايه ما يشف خالص خالص خالص. بلاحظ اول ما بيبدأ يغلي ويعمل فقاقيع ان هو بيفرد زياده في الخبازه. عشان كده انا ما بحطش كميه كبيره علشان ما تقعش بره الخبازه، عشان دي مسطح ملهاش حرف زي الطبق كده بارز. ولو حاجه كده حسيت ان هي هتقع بحاول المها كده، ما بيحصلش حاجه ما تخافوش. وايديا على طول في الخليط الاساسي علشان اقلبه، علشان في بيسرد ميه كده من الجناب فيبقى على طول كله زي بعض. هسيب ديت كده على الوش ده لغايه ما تخلص بقى فقاقيع خالص وتبقى شفه خالص من على الوش. هتبدا بقى تسيب من تحت. انا هنا كنت بختبرها. عاده اول خبز دايما او اول رغيف اعمله دايما بيغلبني، بس ماشي الحال. بكمل بقى كله بالطريقه دي زي ما انتم شايفين كده لغايه لما يشف خالص ويبطل بقى يطلع فقاقيع خالص. وبعدين هقلبه على الوش التاني. وانا بقلبه سبته حتى وما رضيتش اقطع الحته دي، ان هو طلع بره الدايره شويه عادي مفيش مشكله، بسيبه خالص. لما يشف بسحبه عادي وبدخله تاني مكانه اهو زي ما انتم شفتوا كده مفيش اي مشكله. بعد ما يشف بقى من تحت ببدا اقفل بقى الخبازه شويه كده عشان هي برضو تيفال فوق وتحت، شعله فوق وتحت، فبيساعدني على الخبيز بسرعه.
حبه كده وحبه كده، بياخد بالظبط 6 دقايق، دقيقه ودقيقه دقيقه ودقيقه لغايه ما بيستوى بيبقى تمام. هعمل معاكم كمان واحد وهتشوفوا النتيجه باذن الله في الاخر. بدأنا نعمل واحد تاني مع بعض بالطريقة اللي شايفينه دي، طبطبة 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 وبسيبه خلاص، هو بقى بيبدأ يبقبق كده من النص لغاية ما يشف. ممكن على فكرة تاخدوا أول دقيقتين ودقيقتين على الوش ده ودقيقتين على الوش ده، وبعدين تدخلوه الميكروويف هينتفخ ويبقى جميل جدا معاكم. لكن أنا ما بتفرقش معايا موضوع الانتفاخ ده، هو كان بينتفخ بسيط، بس علشان أنا عندي الخبازة مستوية مش مجوفة، ما كانش بيقب بشكل جامد. هاكمل بقى كل الكمية كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبالحجم اللي انتوا عايزينه. هو لما بيستوى يا جماعة، مع كتر ما بيستوى يعني لما بيوصل لدرجة النضج الكاملة بيشف وبيصغر حجمه شوية. عملت منه سميك شوية وعملت منه رفيع، علشان حسب بقى ما انا ايه يعني الوجبة الأساسية مثلا زي الفطار او الغدا، او لو بالليل اكل بقى ايه من رقيق شوية، ما يبقاش يعني في ايه عيش كتير في الوجبة. هكمل بقى بالوصف اللي انتوا شايفينه ده. بصوا، هو طول ما بيطلع بخار من النص كده يبقى لسه. هقلبه، قلبته خلاص بالشكل ده برضو دقيقتين، وبعدين في الوقت ده ممكن تدخلوه الميكروويف هيقب معاكم ويبقى رغيف جميل جدا. لكن انا بكمله وش وظهر برضو، يا اما بقفل الخبازه زي ما انتوا شايفين كده عليه، وبيبقى حاجة رائعة جدا. اعملوا عليها اي حاجة، ممكن كمان تعملوا عليها رقاق صغير، او تعملوا عليها دراديق، او تعملوا خبز الصاج، او تعملوا اي حاجة بقى، خبز التورتيلا. كل حاجة بتتعمل عليه. وممكن كمان اعمل عليها فطير مشلتت، وممكن كمان اعمل رقاق طري او رقاق ناشف. بتتعمل فيها حاجات كتيرة جدا جدا. حبيت بس اشارككم معايا النهاردة وانا بعمل الخبز الترمس. لو وصلتوا معايا لغاية هنا اوعوا تنسوني باللايك والشير. بصوا، كل ما يستوى تحسوا ان هو بيكش وبيصغر شوية، هاخده واحطه على التاني، وبعدين بقى نشوف الكمية في النهاية. بدأنا نعمل واحد تاني مع بعض بالطريقة اللي شايفينه دي، طبطبة 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 وبسيبه خلاص، هو بقى بيبدأ يبقبق كده من النص لغاية ما يشف. ممكن على فكرة تاخدوا أول دقيقتين ودقيقتين على الوش ده ودقيقتين على الوش ده، وبعدين تدخلوه الميكروويف هينتفخ ويبقى جميل جدا معاكم. لكن أنا ما بتفرقش معايا موضوع الانتفاخ ده، هو كان بينتفخ بسيط، بس علشان أنا عندي الخبازة مستوية مش مجوفة، ما كانش بيقب بشكل جامد. هكمل بقى كل الكمية كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبالحجم اللي انتوا عايزينه. هو لما بيستوى يا جماعة، مع كتر ما بيستوى يعني لما بيوصل لدرجة النضج الكاملة بيشف وبيصغر حجمه شوية. عملت منه سميك شوية وعملت منه رفيع، علشان حسب بقى ما انا ايه يعني الوجبة الأساسية مثلا زي الفطار او الغدا، او لو بالليل اكل بقى ايه من رقيق شوية، ما يبقاش يعني في عيش كتير في الوجبة. هكمل بقى بالوصف اللي انتوا شايفينه ده. بصوا، هو طول ما بيطلع بخار من النص كده يبقى لسه. هقلبه، قلبته خلاص بالشكل ده برضو دقيقتين، وبعدين في الوقت ده ممكن تدخلوه الميكروويف هيقب معاكم ويبقى رغيف جميل جدا. لكن انا بكمله وش وظهر برضو، يا اما بقفل الخبازة زي ما انتوا شايفين كده عليه، وبيبقى حاجة رائعة جدا. اعملوا عليها اي حاجة، ممكن كمان تعملوا عليها رقاق صغير، او تعملوا عليها دراديق، او تعملوا خبز الصاج، او تعملوا اي حاجة بقى، خبز التورتيلا. كل حاجة بتتعمل عليه. وممكن كمان اعمل عليها فطير مشلتت، وممكن كمان اعمل رقاق طري او رقاق ناشف. بتتعمل فيها حاجات كتيرة جدا جدا. حبيت بس اشارككم معايا النهاردة وانا بعمل الخبز الترمس. لو وصلتوا معايا لغاية هنا اوعوا تنسوني باللايك والشير. بصوا، كل ما يستوى تحسوا ان هو بيكش وبيصغر شوية، هاخده واحطه على التاني، وبعدين بقى نشوف الكمية في النهاية. وبكده اكون خلصت كل الكميه اللي انتوا شايفينها قدامي. ال100 جرام ترمس عملت لي كميه كبيره جدا، ممكن تكفي معايا 4 ايام 5 ايام. هحفظها في الفريزر، وكل ما احتاج اخد منها، خاصة لو انا ببدل ما بين انواع الخبز، فهتقعد معايا اكتر من اسبوع، مش هيجرى لها حاجة. اطلع واسخن في الميكروويف ويبقى الف صحة وهنا. ودي شكل الخبازة اللي اشتغلنا فيها. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم. ما تنسونيش باللايك وشير والدعوة الحلوة. وكمان عايزه اقول لكم صحي جدا جدا، مناسب للدايت، مناسب للو كارب، ومناسب لمرضى السكر. هسيبها تبرد بقى خلاص الخبازه، وبعد كده هشيلها. ما اشيلهاش الا لما تبرد خالص واقفلها. واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده، وما تنسونيش باللايك. باي باي.
يلا يلا تعالوا معايا شوفوا كده، دي البيتزا السايحة، قريب جدا هعملها لكم. دي سايحة بتتعمل في المقلاية او في الفرن بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. جربوها وابقوا شوفوها عندي على قناتي، هتعجبكم جدا جدا، جميلة ورهيبة، متاخدش معاكم وقت، تعمليها في 15 دقيقة. تعالوا معايا النهارده هعمل معاكم كيكه صحيه ومفيده، غنيه بالعناصر الغذائيه الكامله، من فيتامين د لكالسيوم مغنيسيوم وبوتاسيوم لالياف طبيعيه، جوز الهند فيها، وفيها السمسم، وفيها اعشاب تانية كتيره جميله جدا، وفيها بروتين وكل الفيتامينات اللي يحتاجها جسمك وانت بتعملي دايت، مشبعه وجميله جدا، تنفع للكيتو والصيام المتقطع، صحيه وفيها دهون طبيعيه. تعالوا معايا النهاردة هعمل معاكم وجبة مشبعة كده صحية، كيكة. الكيكة هستخدم فيها الحاجات المشبعة اللي انتوا شايفينها دي: بذور الكنوة معلقتين جوز هند، معلقتين سمسم، معلقة سمنة فلاحي، 2 بيضة، باكنج باودر هاخد منه معلقة واحدة. لو عندك فانيليا استعملي، انا دلوقتي ما عنديش فانيليا فعشان كده ما حطيتهاش. همسك كل المكونات اللي عندي دي اللي هي الحبوب، همسكها اطحنها طحن كويس جدا، وبعدين احطها في الخلاط، احط عليها البيضتين ومعلقه السمنه الفلاحي، واحط عليها نص كوبايه ميه، واحط عليها البيكنج باودر، وهضربهم ضرب كويس جدا، واحطي عليهم ذره ملح. هعملهم وارجع لكم. تعالوا بصوا بقى كده معايا اهي، بعد ما طحنتها طحن كويس جدا، كويس جدا وضربتهم في الخلاط زي ما انا قلت لكم بنفس المقادير، هحطتهم في قلب وعاء يخش الميكروويف، هدخلهم الميكروويف، واول ما يستووا اول ما تستوي ان شاء الله هتقعد معاكي في الميكروويف 7 دقايق ل9 دقايق، تبع نوع الميكروويف اللي عندك هتستوي بسرعة. لو حطيتيها في الفرن هتقعد عندك في الفرن تلت ساعة، تبع الحاجة اللي عندك استخدمي ايه التسوية بتاعتها، ولما تطلع هوريها لكم. ها كيس استيفيا، سكر استيفيا جميل، ومش عشان خاطر هي صحية تفضل صحية، ده صحي وجميل، بيحلي تحلية بسيطة جدا. الكيس ده بيعادل معلقتين سكر، لو انتي عندك سايب بيعادل معلقتين سكر من السكر العادي. لو ما عندكيش سكر استيفيا هتحطي 4 تمرات يعادلوا معلقتين سكر. يلا تعالوا معايا كده بصوا الشكل النهائي للكيكه بتاعتنا. هي دي كيكه المشبعه جميله جدا، تفطري او تتعشي بيها، جميله جدا مغذيه وكامله العناصر الغذائيه، لان فيها حاجات كتيره، فيتامين د وكالسيوم مغنيسيوم ودهون طبيعيه وبيض وبروتين، فيها كل حاجه جسمك يستفاد بيها. الكيكه ديت صحيه ماشي وللدايت جميلة جدا، تنفع للكيتو والصيام المتقطع، جميلة ومشبعة. هي تنفع للكيتو بالأخص، الكيتو أكتر شيء، جميلة ومشبعة للناس اللي عندها شهية جامدة أو نفسها مفتوحة. جربوها وإن شاء الله بإذن الله تعجبكم.
جدا. هياخد معاكم من اول ما تعجنوه لغايه ما تعملوه بتسويته ساعه ونص. جميل جدا ومستوي من كل ناحيه ورهيب. يلا بينا جوه الفيديو نشوف ازاي هيتعمل وازاي وايه المكونات بتاعته. السلام عليكم. النهارده هعمل معاكم عيش باللحمه. المكونات عندي نص كيلو دقيق، حطيت عليهم نص معلقه سكر ورشه ملح، الملح تبع الرغبه، ومعلقه خميره كبيره، علبه زبادي مليانه، علبه كبيره مليانه، حبه ميه هكمل بيهم تبع العجينه ما تاخد. زيت هاخد من هنا معلقه زيت زيتون. دي المكونات عندي. هعجن العجينه والمها وارجع لكم. العجينه اهي عندي، عجنتها اهي، لميت المكونات كلها مع بعضها وعجنتهم كويس. هغطيها بقى لغايه ما تخمر، ولما تخمر هقول لكم نعملوا ايه. تعالوا معايا بقى اقول لكم الحشوه بتاعت العيش باللحمه هنعملها ايه. حاجه بسيطه جدا. عندي هنا اللحمه نص كيلو، عليهم معلقه فلفل، معلقه ملح، حبيتي تزودي ملح زودي، وبصله كبيره بالحجم ده. هتفرمي البصله وتحطي عليه الملح والفلفل، تدعكيهم مع بعض وبعدين تحطيهم مع اللحم. انا جهزتها من بالليل وحطيتها في التلاجة عشان خاطر نكهه الفلفل الاسود والبصل والملح تبقى كويسه. ماشي. بتبقى زي عمليه ان انت دعكتي اللحمه مع بعضها والبصل بالبصل والملح وخمرتيهم مع بعض، يديكي نكهه، يبرز النكهه بتاعت اللحمه ويديكي طعم كويس. هنبدا دلوقتي ان احنا نحط هنا زيت، ماشي، ونقرصها. شايفين كده انا حاطه اهو زيت هنا في الطبق الصيني ده، ماشي. هو نفس الزيت، المعلقه اللي انا حطاها دي هي دي اللي انا هشتغل بيها. انا خلاص كده اهو هاخد بها كده. بصي ايديك الاتنين، ما تبقاش كبيره قوي ومش صغيره قوي. هعملها كلها بقى بنفس الطريقه. كده هعملها كلها بنفس الطريقه وارجع لكم. بصوا كده انا اهو كورت اللحمه، العيش قصدي، العجينه بتاعتنا كورناها، ماشي. هنفرد هنا قدامكم كده، وطبعا ادي اللحمه عندي جاهزه. هفرد بقى كده، ومحضره هنا الصينيه اهي، حاطه فيها ورق الزبده. هفرد واحط عليه. العجينه دي جميله جدا وتفتحي كده بايديكي، لا تحتاجي فراده ولا اي حاجه. تحطي بقى اللحمه وتوزعيها. هتبقى بالطريقه دي. هفرد بقى العجينه التانية واحطها عليها. هفرد العجينه التانية بقى اللي هحطها على وشها، تبقى اصغر شويه. مش بخلي قدامكم الا اللي هتتعمل بس، اللي هنشتغل فيها، ماشي. هي كده اهو. هجيب نفس العجينه التانية احطها عليها، بعدين اجيبها كده قدامكم وابدا اخد من فوق، احط كده من تحت قصدي لفوق. انا حاطه لحمه كتيره كده عشان يبقى غني كده ومغذي. بنفس الطريقه كده. العجينه دي بتبقى استكيه كده وجميله جدا. كله هيتعمل بنفس الطريقه ويترص في قلب الصينيه. هنحطه في قلب الصينيه كده اللي هتتحط في الفرن.
هكمل الباقي ولما اخلص اوريكم. تعالوا شوفوا ده كده فردته. ممكن بقى اعمل نص كده واطبق عليه النص التاني، بس هحاول برضو اللحمه تبقى فوق بعضها كده كتير. نص كده، واحطه بقى في الصاج اللي اللي هيتحط في الفرن. هيتعمل كله بنفس الطريقه، وبعدين اوريكم لما اخلص. يلا تعالوا معايا شوفوا بقى كده الكميه كلها اهي، بسم الله ما شاء الله. خلصت. هسويها بقى في الفرن، وان شاء الله باذن الله لما يطلع من الفرن هقول لكم قعدت قد ايه وخدت قد ايه. يلا تعالوا معايا كده شوفوا الشكل النهائي للعيش بتاعي، بسم الله ما شاء الله، جميل جدا وخطير. تعالوا معايا كده اوريكم حاجه كده هعملها معاكم جوع اخر الليل. هعمل معاكم كفته سريعه تتعمل في المقلايه على البوتاجاز. عندي هنا 150 جرام لحمه، يعني 8 كيلو وشويه. عندي معلقه زيت زيتون، عندي فلفل اسود، عندي ملح، عندي بصل المسعف، البصل المجفف. بحب البصل المجفف عشان خاطر قليل السعرات الحراريه، لان السوائل اللي فيه طارت خفت. ماشي، هنبدا نعمل ايه. تعالوا شوفوا انا عملت ايه. حطيت البصل، حطيت الفلفل الاسود، حطيت الملح عليها على اللحمه. ماشي، هنبدا ان احنا ندعكهم مع بعض، نحط التتبيله كده بتاعت الفلفل والملح جوه اللحمه.
ندعكم مع بعض دعك كويس جدا لغايه ما ينسجموا خالص مع بعض. تنفع في الصيام المتقطع، ما تنفعش، وصحيه ما تنفعش للكيتو عشان خاطر فيها ايه؟ فيها بصل. تعالوا معايا بقى، بصوا حطيت المقلايه على البوتاجاز، هحط فيها معلقه زيت الزيتون. ماشي، هبدأ كده ادهن بيها المقلايه دهن كويس، وهسيب الزيت زيتون يسخن. عبال ما يسخن زيت الزيتون كانت اللحمه بتاعتي بالبهارات والملح والفلفل دعكتهم مع بعض كويس جدا. هنبدأ نعملها كور او صوابع، شكليها بالشكل اللي انت عايزاه. انا هشكلها كده صوابع عشان هعملها في عيش بلدي او عيش فرنجي، العيش المتوفر عندك اعمليه. كفته سريعه سريعه بتاعت جوع اخر الليل، او لما تكوني بره وجايه تعملي سندوتشات. لازم الكفته اللحمه المفرومه يبقى فيها حبه دهون كده، وبرده تحطي كده. هحط معاها ربع كوبايه ميه، هغطيها وهسيبها تستوى. لما تستوى هوريها لكم. غطيناها، هنسيبها بقى تستوي. من وقت لاخر كده هتقلبيها، لما تستوى بقى هوريها لكم. تعالوا بقى شوفوا كده الكفته، بسم الله ما شاء الله اهي استوت. ماشي، ما خدتش معايا 7 دقايق. تعالوا بقى شوفوا عشان تعرفوا ان ده برضو ده خبز الشوفان. خبز الشوفان مسموح بيه في الصيام المتقطع والمرضى السكر ومرضى القلب، يتباع في السوبر ماركت. ماشي، انا جبت عندي هنا رغيف ونص عشان هو رقيق جدا. ماشي، واعمل ايه؟ رغيف مشبع. هتجيبي مايونيز بيض، مسموح في الكيتو، مسموح في الصيام المتقطع، وبايه؟ بيعلي التست. حطي كده كميه بسيطه جدا. ماشي، يكون كويس، نوع كويس. هنبدأ ننزل الكفتة كده سخنة، ونفردها كده في الشندوتش. حاولي لما تجوعي بالليل تعملي حاجات صحية وفي نفس الوقت تناسب معاكي الدايت. الشندوتش ده حلو كمان للناس اللي عندها سكر عشان هما بيجوعوا، فحلو مشبع. ماشي، وفي بروتين وفي زي ما احنا شايفين كده. هنلفه كده. ماشي، هنقدمه مع جزر. يلا تعالوا معايا شوفوا الشندوتش بتاعنا. ده شندوتش ينفع لجوع اخر الليل، جميل ومغذي، والقيمه الغذائيه بتاعته عاليه، صحي، ينفع للصيام المتقطع، وينفع للناس اللي عندها سكر او ضغط او الناس اللي جعانه. جميل جدا لانه بدقيق الشوفان. يلا جربوه ان شاء الله باذن الله يعجبكم، وقولوا لي في التعليقات ايه رايكم في القناه وايه رايكم في الحاجات اللي انا بقدمها. يلا تعالوا معايا النهارده هعمل معاكم شندوتش سريع سريع. عيش ينفع بالسمسم، ينفع للكيتو دايت، ينفع للجميع انواع الحمية، ينفع للناس اللي عندها سكر او ضغط. مفيد جدا، والعناصر الغذائية اللي موجودة فيه مفيدة للجسم. يعلي عندك نسبة الكالسيوم وفيتامين د والبروتين. المكونات عندنا زي ما انتوا شايفين كده: سمسم، بيضة، ذرة ملح. هجيب طاحونة او كبة وحطي فيها المكونات وطحنيهم واضربيهم مع بعض وهاتيهم. هحطهم وارجع لكم. تعالوا بصوا كده معايا، اديني حطيتهم اهم في الكبة. هضربهم ضرب كويس مع بعض وبعدين ارجع لكم. جيبي عندك مج او بولة،
حطي فيها معلقه سمنه فلاحي او زيت زيتون وادهنيها دهن كويس كده في الاركان وفي كل حته، وحطي فيها الخليط اللي انت ضربتيه. انا لما بضربه ما بحبش اكسره قوي، بسيبه كده يبقى فيه بعض السمسم باين. ماشي، هحطه هنا اهو، ضربته ما خليتوش خشن قوي ناعم قوي، انا بحبه كده. انت عايزه تنعميه اكتر من كده نعميه. ماشي، هحطه في قلب البوله وهحطه في الميكروويف على 4 ثواني، 4 دقايق. ماشي، جيبي بولة عندك كده او اي حاجة تخشي الميكروويف وحطي فيها ذرة كده زيت وادهنيها دهن كويس، ادهنيها من كلها دهن كويس. ماشي، وجيبي الخليط اللي انت ضربتيه وحطيه في قلب المج. ماشي، وفي الميكروويف حطيه على 4 دقايق. ماشي، هيطلع عندك خبز توست بالسمسم جميل جدا، مغذي ومفيد وحلو جدا للناس اللي عندها شاشة في العظام ومرضى السكر ومرضى الضغط، مفيد وجميل. هعمله وهرجع لكم. انا حطيت اهو في المج، هحطه في الميكروويف على 4 دقايق وان شاء الله باذن الله لما يخلص هوريه لكم. كده الشكل النهائي للرغيف بتاعنا، بسم الله ما شاء الله. خبز السمسم جميل جدا، مغذي ومفيد وكامل العناصر الغذائيه، فيتامين د وكالسيوم وبوتاسيوم ومغنيسيوم. وبصوا انا بسيب كده فيه السمسم يبقى مكسر، بيبقى طعمه جميل جدا وريحته جميله وقلب البيت قلب. اعمليه في البيت سريع سريع وقت ما تجوعي، مغذي ومفيد، ينفع لجميع انواع الدايت ومرضى السكر. لايك وشير للفيديو عشان الفيديو ينتشر تعمل فايدة للجميع. تعالوا معايا النهارده هعمل معاكم كيكة صحية ومفيدة، غنية بالعناصر الغذائية الكاملة، من فيتامين د لكالسيوم مغنيسيوم وبوتاسيوم لألياف طبيعية، جوز الهند فيها وفيها السمسم وفيها أعشاب تانية كتيرة جميلة جدا، وفيها بروتين وكل الفيتامينات اللي يحتاجها جسمك وانت بتعملي دايت، مشبعة وجميلة جدا، تنفع للكيتو والصيام المتقطع، صحية وفيها دهون طبيعية. تعالوا معايا النهاردة هعمل معاكم وجبة مشبعة كده صحية، كيكة. الكيكة هستخدم فيها الحاجات المشبعة اللي انتوا شايفينها دي: بذور الكينوا، معلقتين جوز هند، معلقتين سمسم، معلقة سمنة فلاحي، 2 بيضة، باكنج باودر هاخد منه معلقة واحدة. لو عندك فانيليا استعملي، انا دلوقتي ما عنديش فانيليا فعشان كده ما حطيتهاش. همسك كل المكونات اللي عندي دي اللي هي الحبوب، همسكها اطحنها طحن كويس جدا، وبعدين احطها في الخلاط، احط عليها البيضتين ومعلقه السمنه الفلاحي، واحط عليها نص كوبايه ميه، واحط عليها البيكنج باودر، وهضربهم ضرب كويس جدا، واحطي عليهم ذره ملح. هعملهم وارجع لكم. تعالوا بصوا بقى كده معايا اهي، بعد ما طحنتها طحن كويس جدا، كويس جدا وضربتهم في الخلاط زي ما انا قلت لكم بنفس المقادير. هحطتهم في قلب وعاء يخش الميكروويف، هدخلهم الميكروويف، واول ما يستووا اول ما تستوي ان شاء الله هتقعد معاكي في الميكروويف 7 دقايق ل9 دقايق، تبع نوع الميكروويف اللي عندك هتستوي بسرعه. لو حطيتيها في الفرن هتقعد عندك في الفرن تلت ساعه، تبع الحاجه اللي عندك استخدمي ايه التسويه بتاعتها. ولما تطلع هوريها لكم. كيس استيفيا، سكر استيفيا جميل، ومش عشان خاطر هي صحيه تفضل صحيه، ده صحي وجميل، بيحلي تحليه بسيطه جدا. الكيس ده بيعادل معلقتين سكر لو انت عندك سايب، بيعادل معلقتين سكر من السكر العادي. لو ما عندكيش سكر استيفيا هتحطي 4 تمرات يعادلوا معلقتين سكر. تعالوا معايا كده بصوا الشكل النهائي للكيكه بتاعتنا. هي دي كيكه المشبعه جميله جدا، تفطري او تتعشي بيها، جميله جدا مغذيه وكامله العناصر الغذائيه، لان فيها حاجات كتيره، فيتامين د وكالسيوم مغنيسيوم ودهون طبيعيه وبيض وبروتين، فيها كل حاجه جسمك يستفاد بيها. الكيكه ديت صحيه ماشي وللدايت جميله جدا، تنفع للكيتو والصيام المتقطع، جميله ومشبعه. هي تنفع للكيتو بالاخص، الكيتو اكتر شيء، جميله ومشبعه للناس اللي عندها شهيه جامده او نفسها مفتوحه. جربوها وان شاء الله باذن الله تعجبكم.